اليوم عندنا الدرس ديال اليوم هي الخطه الاساسيه ديال الكيش. هاد الخطه ديال الاساسيه ديال الكيش كتكون من جوج حاجات، ومن بعد نتوما العماره ديروا اللي بغيتو، ديروا فيها دجاج، خضار، كفته، فروماج. الكيش نديرو غير الفروماج. الخطه الاساسيه الكيش اللي هي لاباغاي الاساسيه ديال الكيش هي اولا 3 البيضات. هادو المقاييس تكون معتمده عندكم في الكيش. 3 البيضات. ثانيا 200 غرام كريم فريش. كريم فريش او جبنه طريه. جبنه طريه. هادو جوج هما الاساسيين، 3 بيضات و200 غرام كريم فريش. كنخلطوهم عاد كنكبوهم فوق لاباغاي. غادي تشوفوا درك كيفاش غادي نديرو الطاس ديالنا وتستافدوا احسن. المهم هو هذا الكيش ديالنا كيكون غير البيض والكريم فريش، الحليب لا. السلام عليكم. معكم ماما رشيده. اليوم الدرس اليوم عندنا لي كيش بلا بات فيوتي. لي كيش كيجيو بلا بات فيوتي احسن من اسمو. حنا جبنا واحد المورسو تاع لا بات فيوتي وغادي نبداو بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله. غادي نورقو هذا المورسو، غادي نديرو فيه 5 تاع لي كيش. نحاولوا نورقوه طويل باش كي نبغيو يزنا دوك 5 تاع الكيش. لابايط فويتير تصاوبوها تخدموها وتخليوها في الثلاجه حتى سيمانه، وتخليوها في الفريزر حتى العام. المهم ديروها في الفريزر، دوزوها في الفريزر، خصكم تخرجوها حتى يولي فيها الحراره تاع المطبخ وتخدموا بها. الكيش ديالنا غادي نديروهم في هادي، غادي نطبقو بهادي باش عاد نسبحوها. انا غادي نوريكم وحده كيفاش درت لها باش ما نطولش عليكم الفيديو، ونخلي حتى نصاوب لاباراي ونرجع لكم. هاي كنديروها جات الوسط، هي هذيك، ها هي، ونطلعوها من الجناب حتى تقبط لا فوق ديال المول. المهم نكمل كلشي ونرجع لكم ونوريكم لاباري. لي كيش ديالنا من بعد ما درناهم في ليمول غادي نثقبوهم شويه هكذا، نثقبوهم باش ما يتنفخوش. نثقبوهم كلهم لاباري ديالنا كتكون لاباري لا باز تاع لاباري. الا بغيتو تنجح لكم ديما الكيش، لا باز ديال لاباري هي 3 البيضات، 3 تاع البيضات. هادي ديروها بدماغكم، لان الكيش الا ما درتيلوش لاباري تكون بحال غادي الا درتي شي مشروع ولا كيجيك غادي يجيك شكل ماشي بحال شكل. نديرو وكتجي ممتازه. هذا هو لاباس تاعها، 3 تاع البيضات ومعاهم 200 غرام نتاع لا كريم فريش. 200 غرام كريم فريش، ها هي 200 غرام كريم فريش. نزيدو معاها القياس اللي بغيتو ديال بعدا نحركوها شويه بالفورشيط، غير شويه، لان هي من بعد عاد نحركو كي نديرو كلشي نحركو باش يساعدنا هذاك الفرماج كيولي يدير لاباط اوموجين. ها هو نزيدو معاه شويه فرماج، شويه ماشي بزاف لان كنديروه من الفوق. نديرو معاه شويه فرماج غابي، فرماج غابي نديرو غير شويه. الفرماج اوندي مقطع صغير نديرو حتى هو القياس اللي بغيتو، نتوما ديروا القياس اللي بغيتو.
كل واحد والقياس ديالو. ونحكو فيه شويه تاع الزعتر. انا ديما كلشي عندي المعجنات والمملحات فيهم الزعتر، لان الزعتر صحي وكيحيد لي غاز ومزيان بزاف للكبار والصغار. صافي غادي نخلطوا لاباغاي ومن بعد نديروها نديروها في لي مول. هيا لاباغاي ديالنا غادي نعمرو لي كيش مزيان. هذا كيش بالفرomاج. نتوما بغيتو ديروه بالخضره ديروه، بغيتو ديروه بالداند باللي بغيتو. المهم هي لاباراي هي هذه، لاباراي خصها تكون هذه. حنا غادي نعمروهم ونقول لكم شنو غادي نديرو بالديكور ديالهم. هما بعد ما عمرنا لي مول ديالنا نتاع الكيش ديالنا، لاباراي اللي قلت لكم اللي هي مهمه خصكم تكون عندكم معتمده. غادي ندير فوق منه هذا الكيش ديال الفرomاج. نتوما بغيتو ديروا الكيش كيما قلت لكم بالدان باش ما بغيتو. هذه الكيش ديال الفرomاج ما كاين ما احسن منها. اللي من عشاق الفرماج غادي تعجبهم هذه، اللي ما يبغوش اللحم. وكاينين عشاق ثاني الخضره راه يديروها غير بالخضره، غير الخضره خصها تكون مشحره شويه زيت، ما يكونش فيها زيت بزاف، وديروها تخلطوها مع لاباغاي. نفس العمليه. شفتوا الفرماج كثرت فيها. المهم غادي ندخلوها، غادي نزيدو فيها واحد الزيتونه. الناس ما الكيش كاين اللي ما يديرش فيه والو، انا بغيت نزيد نغنيها بواحد الزيتونه الوسط. ندخلوه للفران وكيطيب نوريهم لكم في البريزونطاسيون التاليه. والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا. هما لي كيش ديالنا منين كملناهم، هما شوفوا الجمال ديالهم. هما غادي نحل لكم وحده تشوفوا من داخل كي داير. هما باقيين سخان حليتهم. هذا الفرomاج، شوفوا الفرomاج راه فيهم باقي دايب. المهم كي يبردوا راه غادي الفرماج يقصح، ولكن حسن يتكلوا الفرماج فيهم هكا. صحه وراحه.